الشرق وأشياء أخرى من الحد للخميس من 11 ل 12 الظهر على الشرق الأوسط. مودك أحلى على الشرق. احنا معاكم على هوانا هواء اذاعه الشرق الاوسط وفترتنا الشرق واشياء اخرى، وزي ما قلت صباح احلى الاجازات احتفالا بالذكرى العطره مولد المصطفى حبيبنا ورسولنا وشفيعنا سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا بيمر 15 قرن على ميلاد المصطفى، ولد في 12 من ربيع الاول من عام الفيل، وبعث رسولا للإنسانية، وأخلاق الرسول هي القدوة والنموذج والمثل الأعلى لنا دائما. أجمل الكلمات كتبت وقيلت في حب رسول الله. اسمحوا لي أبدأ فترتي بأجمل كلمات الأشعار التي كتبت عن الرسول حبا فيه، واسمحوا لي أرحب بضيفي كمان الشاعر راضي علي الطهطاوي، عضو اتحاد كتاب مصر ومحاضر بالهيئة العامة بقصور الثقافة. وطبعا يعني قبل ما ابدا اللقاء احب اقول ان هو يعني كتب احلى الكلمات الدينيه في حب الرسول، ويمكن الكتابات بتاعته اداها لكثير من المطربين واتغنت وطلعت اغاني ناجحه جدا وحققت شعبيه جميله جدا في حب الرسول المصطفى. الجميل بقى ان هو بيكتب بدون اي مقابل، ما بياخدش من المطرب اي مقابل، ابتغاء مرضات الله وفي حب رسول الله. اسمحوا لي ارحب بضيفي الشاعر راضي علي الطهطاوي. اهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير يا استاذه منال، وصباح الخير على كل الساده المستمعين، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير والانسانيه بخير. كل سنه وانت طيب. كل عام وحضراتكم بخير يا استاذه منال. طبعا يعني الشاعر بيختلف، بيبقى احساسه عالي قوي في كتابه الكلمه الحلوه في حب الرسول. بالفعل جميع الموهوبين الفنانين، يعني رسام، فنان، موسيقار، بيبقى عنده حس مرهف، واعلى درجات الاحساس بتكون لدى الشعراء. بالفعل الشعراء لديهم حس يعني يفوق ميتافيزيك، ما هو ابعد من الاحساس العادي للانسان العادي. حضرتك كتبت قد ايه يعني الكلمات الدينيه الجميله، قصائدك الدينيه؟ أنا بصفة عامة حضرتك عندي 32 ديوان شعري يتعدى أكثر من 1200 قصيدة، أكثر من الفصحى والعامي والغنائي والحلمنتيش وفن الواو والموال، وكل أعمالي موثقة على اليوتيوب، ولي أغاني معتمدة في الإذاعة والتلفزيون المصري. ده شرف لي طبعا. معظم مبادرات الدولة متحولة عندي أغاني، وكنا مع حضراتكم من شهور مع حضرتك بالتحديد يا أستاذة منال في أغنية عن حياة كريمة. حضرتك تكرمتي في برنامجكم العظيم. ايوه الاستاذ امير الشريف. ايوه ده شرف لينا والله. فيعني عندي عدد كبير من غزاره الانتاج، والحمد لله ده رزق من الله طبعا. الشاعر راضي علي الطهطاوي، الكتابه الدينيه بتفرق كتير عن اي كتابات اخرى رومانسيه او اجتماعيه او كده، ليها وقت معين بتختلف طبعا. والله هو حضرتك يعني الشاعر اذا كان متمكن يستطيع ان يكتب في كل الاوقات والمناسبات، لكن الاغاني الدينيه بالتحديد تحتاج الى صدق العاطفه اكثر، وصدق يعني الوجدان، التجربه. كل ما يكون الانسان عنده تجليات روحانيه افضل، ولذلك الجانب الديني القله التي تكتب فيه، لانه هو بيحتاج صفو ايماني، يعني انا اكيد عشان اكتب حاجه دينيه لازم اكون اقرب الى الروحانيات من الجانب الثاني. فهي بالفعل لها خصوصيه خاصه يعني، ولها مفردات ايضا خاصه يا استاذه منى. كتير من المطربين سجلت معاهم ودائما ما يذكر اسمك يعني. ده شرف لينا. اكتر من مطربه حتى قالت لي انا تواصلت معاه وقال لي خدي القصيده. انا اعجبت، يعني هم الاول بيشوفوا كلماتك وبعدين بيتصلوا بيك، صح؟ والله يا حضرتك انا لحد الان يعني تعديت اكثر من 160 عمل غنائي مجاني، لانه يهمني كلماتي تصل، وبعدين بجد ناس تستحق. احيانا الموهبه محتاجه كلمه طيبه، احيانا صديق، احيانا الراجل بوطني عايز يعمل حاجه لمصر، فانا المقابل المادي بالنسبه لي هيكون يعني عقبه نظير ان كلمتي تصل للانسان. فعشان كده الجانب المادي ده ربنا عز وجل يعوضنا. يعني كلماتك يعني في حب رسول الله طبعا. كلمتي وانا اتمنى اكون معكم بجزء من القصيده دلوقتي اللي كاتبها يعني. طيب احنا ممكن نختم مع حضرتك باحلى الكلمات عن الرسول المصطفى القدوه والمثل الاعلى. اتفضل. كل المنى وهوايا امدح نبينا الغالي، طه بمقامه العالي، يروق فؤادي وبالي، وبحبه القى دوايا. امدح نبينا حبيبنا ونلقى شفاعته نصيبنا، وحسن الظنون ما يسيبنا، تصفى النفوس ونوايا. اشوف الحبيب في منامي، هو الدليل
دليل وإمامي، ويهل نوره أمامي في كل الجهات وزوايا. كل المنى وهوايا أمدح حبيبنا الزين، دمع الخشوع في العين، وقلبي يعيش فرحين والأنس يملى خوايا. يقبلني من أحبابه وأقول مديح على بابه، أمشي في ظل ركابه، تعبي يروح وعنايا. كل المنى وهوايا، كل المنى وهوايا. الله، أنا بشكر والله كلماتك، ودائما حب وعشق رسول الله دايما في قلوب كل المصريين عليه أفضل الصلاة والسلام. بشكر الشاعر راضي علي طهطاوي، عضو اتحاد كتاب مصر ومحاضر بالهيئة العامة لقصور الثقافة. شكرا لوجودك معنا، وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا استاذ منال، وكل عام وحضراتكم بخير، والساده المستمعين بخير، والبرنامج الجميل والاذاعه بشكل الجميل. كل عام وحضراتكم